البلوجر جهاد المحلاوي والخيميائي رفضوا طلب المصور مش هنبوس بعض، متخيلين ان في عرسان يوم كاتب كتابهم مفيش ولا صورة ليهم فيها حضن ولا بوسة ولا اي حاجة غريبة مش كده؟ محدش يتوقعها في الوقت اللي احنا فيه وفي عصر الانفتاح وتقليد الغرب، خاصة انه مش يوم خطوبة، ده يوم فرحهم وكاتب كتابهم. ايوه فرحهم وكاتب كتابهم. رفضت العروسة جهاد المحلاوي البلوجر المعروفة ان خطيبها احمد مجدي المعروف بالخيميائي يبوسها، واللي بيقلد محتوى تاريخي واللي بعد كام ساعة بالظبط كان هيبقى فرحهم وكاتب كتابهم. وقالت جهاد للمصور بالنص ما تطلبش مننا نبوس بعض، تعالوا نعرف ايه اللي حصل. طبعا احنا عارفين الفيرست لوك اللي انتشر بشكل كبير بين العرسان، وهو بيبقى اول لقطة العرسان يشوفوا فيها بعض بالبدلة والفستان، واللحظة دي بيوثقها المصورين بفيديوهات وصور، والفرحة اللي بيستنوها العروسين لما يشوفوا بعض لأول مرة يوم فرحهم. لحظة الفيرست لوك البلوجر جهاد المحلاوي، العروسة طبعا أول ما شافت عريسها قالت إيه القمر ده، أنا اخترت صح يا جماعة، وعجبها جماله وطلته، والعريس اتخطف من جمال عروسته وفستانها الرقيق، وكانوا طيرين من الفرحة. وطبعا وسط الفيرست لوك اللطيف جه المصور وعايز ياخد لقطات للعرسان زي ما اتعود، وعايز يوثق لحظاتهم بالأحضان، واللي هو إزاي هتبقوا عرسان من غير الصور المعتادة اللي كل الناس بتتصورها، خاصة إن دول بلوجر ومشاهير على يوتيوب وعلى السوشيال ميديا. المصور ما طلبهاش صريحة من العرسان، لكنه حاول يمهد للعرسان إنهم يقربوا من بعض شوية ويضحك ويهزر معاهم، ويحاول كل المحاولات للقرب وعشان يبوسها أو تبوسه زي ما دايما بنشوف لقطات العرسان واللي بقت مشهورة في كل الفوتو سيشنز. وبعد شوية وقت ما العروسة فهمت قصد المصور ردت وقالتها له صريحة ما تطلبش مننا نبوس بعض، مفيش كده، احنا لسه ما كتبناش الكتاب. وكله كان مستني رد فعل العريس اللي ما عملش أي حاجة تزعلها، ده بالعكس رأيه كان من رأيها وكان موافق بيه، وكأنهم الاتنين مستنيين كل لمسة تكون بالحلال وإن كل حاجة تكون في الأوان الصح. طبعا المصور ما بقاش عارف يعمل إيه غير إنه يصورهم بالطريقة اللي يحبوها، واستغرب طريقتهم، يمكن ما بيعديش عليه الموقف ده كتير، بس وسط ده كله برضه المصور صمم إن العريس لازم يبوس إيد العروسة، وبعد كتير وافقوا. بس العروسة كانت مكسوفة جدا وكانت بتضحك من إحراجها. ساعتها المصور ضحك وقال كفاية إنه بس إيدها، مش عايز أكتر من كده. طبعا يا جماعة ده مش من الشرع خالص، وما ينفعش أصلا يقرب منها بالشكل ده ولا حتى إنه يمسك إيديها لأنه لسه ما كتبش الكتاب. ووسط كل ده كانت التعليقات على العرسان إن العروسة كانت محتشمة وسط عرايس كتير وفساتين كتير بتبين تفاصيلهم، وكان من ضمن الكومنتات إن ربنا يكتر من أمثالهم، وكتير من الناس كانت مبسوطة بالنموذج ده من العرسان. وفي النهاية ندعي لهم دعوة حلوة ونقول يا رب نشوفهم حلوين ومبسوطين ويجمع كل اتنين بيحبوا بعض بالحلال. مستنيين تعليقاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تقولوا لنا عايزين ايه الفيديو الجاي. بنحبكم.